والرفيقات مناضلي ومناضلات فروع التنسيق الإقليمي بالحسيمة، نحييكم عاليا على نضالاتكم من أجل حقوقكم العادلة والمشروعة، وكذا النضالات اللي كتخوضوها إلى جانب كافة الجماهير الشعبية بالمنطقة. تحية المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي، شهداء الحركة الطلابية، حركة التلاميذية، حركة 20 فبراير، وعلى رأسهم شهداء الجمعية الوطنية مصطفى الحمزاوي ونجية أدايا. تحية يعني الإكبار للمعتقلين السياسيين القابعين في سجون النظام اللا وطني ولا ديمقراطي ولا شعبي. الرفاق والرفيقات الجماهير الشعبية، إن الجمعية الوطنية وكما عاهدتكم على أنها ستبقى وفية للخط الكفاحي والتقدمي للنضالات الجماهير الشعبية. نحيي كذلك رفاقنا يعني المصابين من خلال التدخل الهمجي التتاري والوحشي في حق يعني مناضلين عزل، يعني أنهم الذين واجهوا هذا القمع التتاري بصدور عارية. إن هذه المواجهة لهذا القمع النابع من الإيمان بالقضية، قضية البطالة وكذا القضايا التي تؤمن بها الجمعية الوطنية. إيمانهم بأن هذه السياسات المملاة من طرف الدوائر الإمبريالية العالمية، وكذلك اللي كيطبقها هذا النظام العميل بالحرف، ما هي إصابات بوش وعملاء الرجعية لا تعتبر لا تصفية حق الشعب والقضية، لا غزالة ريحة لا رعاية صهيونية، شعبي قرر المصير يوم اختار البندقية. إصابات بوش وعملاء الرجعية لا تعتبر لا تصفية حق الشعب والقضية، لا غزالة ريحة لا رعاية صهيونية، شعبي قرر المصير يوم اختار البندقية. أن صمود الجمعية الوطنية في وجه هذه الآلة القمعية يعني بإيمانها بأن هذه السياسات ليست قدرا محتوم، إن هي سياسات تروم إلى التجويع والتفقير وتوسيع البطالة. بالنسبة لنا الجمعية الوطنية بأنها تحذر النظام من الغي وكذلك المضي في تطبيق الحرفي لهذه السياسات، بأن القادم نؤمن بأن القادم يعني أننا سوف نتصدى له بكل الإمكانيات وبالذوات ديالنا، يعني لن نتنازل يعني عن المطالب العادلة والمشروعة، حيث أننا يعني أنه هذا القمع والاعتقالات اللي كتواجه بها الجمعية الوطنية من طرف النظام وكذلك النضالات ديال الجماهير الشعبية، يعني أننا هي كتكشف الوجه البشع للنظام الدموي، وكذلك تفند الشعارات المرفوعة يعني هذا العهد الجديد طي الصفحات الماضي، وكذلك الدليل على أننا يعني لما تاخذنا يعني أننا مقاطعة ديال الدستور الممنوح بأن كنا على حق، والآن يتضح جليا بأن هذا يعني أنه التطبيق ديال هذا الدستور يعني أنه هو هذا الواقع يعني ديال التردي، التراجعات وكذلك ديال التفقير، يعني أنه التصريحات ديال الطبقة العاملة وكذلك التشريد ديال العمال، يعني الإجهاز ديال الفلاحة لحقهم في الماء. إذا هذه يعني أنه هي الطبيعة ديال هذا الدستور الممنوح. يا مغربي يا مغربي يا مغربي
بان هي يعني انه ماشي بريئه، ولكن هي من اجل توسيع القاعده الجماهيريه للنظام، من اجل ترتيب ما يسمى بهذا الشيء ديال الانتخابات، بحيث انه كنعرفوا بان هاد المنتخبين يعني بين 1000 قوس يعني انهم اللي منصبين، يعني انهم كيحاولوا يعني شراء يعني القاعده الناخبه، يعني انه باعطاء وعود توظيفات محسوبيه والزبونيه وكذا المحسوبيه، باننا نقول بان المقاطعه ديال الانتخابات يعني انه اللي قررها اخر مجلس وطني، يعني انه سوف نعد لها العده من اجل انه توضيح موقفنا من هذه المهزله. كذلك يعني ان الواقع يعني انه في حين اننا كنشوفوا بان معطلين يعني انه كيتم القمع ديالهم اعتقالهم، في حين اننا كنشوفوا يعني النائب المال العام يعني انه كلها الفضيحه اللي معروفه هي الناب ديال 115 المليار ديال الدرهم يعني من صندوق النقد يعني صندوق القرض الفلاحي، يعني انهم اللي كيتحاكموا بين 1000 قوس هذه المحاكمه في سراح مؤقت، في حين انهم تيشدوا المعطل وتيحاكموه باحكام هي بطبيعه الحال جائره نافذه. اذا الرفاق الجرائم السياسيه والاقتصاديه يعني انه اللي ارتكبها النظام منذ عقود، يعني انه ماضي يعني انه حين انه ماضي في ارتكاب ديال هذه الجرائم وكذلك الجرائم السياسيه، ما القمع للجمعيه الوطنيه وما الاعتقالات داخل الجمعيه الوطنيه هي الا شكل من الاشكال ديال القمع السياسي. رغم القمر السجان ما فينا صامدون الجمعيه منافقون، رغم القمر السجان ما فينا صامدون الجمعيه منافقون. والرفاق كذلك يعني المهزله ديال الاجهاز على الحقوق ديالنا، خاصه في الحق ديال التوضيح، يعني انه كنشوفوا هذه المهزله اللي تمت في البرلمان هي ديال مشروع ما يسمى مشروع قانون الماليه 2012، حيث انه كيقول لك كنسحبوا قانون مشروع ديال القانون بخطأين اللي هما كل واحد كيفاش كيبرروا. طبيعي اننا نشاهدوا هذه المهازيل ونحن نتذكر بان احد ما يسمى بالبرلمانيين يعني انه ما استطاعش انه يجتاز حتى يعني مستوى الشهاده الابتدائيه، حيث انه حصل الشهاده الابتدائيه على نقطه ديال 2.44 على 10. اذا هادو هما اللي كيقولوا كيطبلوا لهم بانهم غادي يشرعوا القوانين وغادي كذلك يحكموا البلاد في ظل الدستور وغير ذلك. اذا بالنسبه لنا كجمعيه وطنيه نحيي الرفاق يعني من داخل التنسيق الاقليمي ومن خلالهم على المعارك البطوليه اللي كياخذوها، ومن خلالهم نحيي كافه فروع الجمعيه الوطنيه، ونقول بان يجب في المرحله التعويل على الذات والتضامن فيما بين الفروع يعني بالاشكال النضاليه والبيانات، وكذلك يعني انه كافه الاشكال يعني ديال التضامن. كذلك يعني انه ندين الطوق الاعلامي والتعتيم والتغليط للراي العام من طرف بعض المنابر الاعلاميه، يعني انه كاين تعتيم واضح لخدمات الطرف النقيض. اذا الرفاق يعني ان نحييكم عاليا، وموعدنا بالدار البيضاء لتخليد المعركه ديال التاسيس، وكذلك موعدنا كذلك في اللقاء اللي غادي يكون لقاء ديال معطلي شمال افريقيا اللي غادي يكون بالرباط ايام 16 و17 و18 دجنبر، وهذا من اجل توسيع كذلك الرقعه ديال النضال ضد البطاله، وكذلك من فتح كل ما يحاك يعني على مستوى شمال افريقيا والشرق الاوسط. نحيد النضال ضد الخطر
إذن الرفاق نحييكم ونرى الصفوف ديالنا من داخل الجمعية الوطنية، وكذلك نتبع جيدا المعركة ديالنا الوطنية، وكذلك نصطف إلى جانب الجماهير الشعبية من أجل أنه التصدي لكافة المؤامرات اللي كتحاك ضد هذا الشعب المغربي، وكذلك أنه حنايا راه جزء لا يتجزأ من نضالات ديال هذا الشعب المغربي. الجماهير والجمعية تحالفات قوية، الجماهير والجمعية تحالفات قوية، الجماهير والجمعية تحالفات قوية. إذا وفي الأخير نحيي المناضلين الشرفاء الحاضرين معنا، لا سواء من جامعة من الطلبة أو التلاميذ وكافة فئات الجماهير الشعبية. فنحن إذا كان النظام أنه كيقمعنا، فالحضن الدافئ للجماهير الشعبية هو اللي كيحتضننا تاريخيا. إذا الرفاق والرفيقات جماهير الشعبية نحييكم عاليا، ونحن على درب النضال سائرون، وعلى نهج شهدائنا، على نهج مصطفى الحمزاوي ونجي أدايا وكافة شرفاء هذا الوطن لسائرون، ودمتم للنضال أوفياء، ونحييكم عاليا ودمتم للنضال أوفياء، وتحية نضالية.